عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده واول رد من جمال بالماضي وزير السعاده المدرب الجزائري على اللي حصل ما بينه وما بين سعيد بن رحمه في مباراه مصر والجزائر. في اثناء المباراه حصل ما بينهم شد، واللقطه دي تداولها جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هو حب يوضح الامر، وطبعا واضح ان هو متعصب جدا جدا. الجميع المباراة كانت مميزة وجميلة، والروح كانت جميلة ما بين المصريين والجزائر. ربنا يديم الأخوة ما بينهم يا رب العالمين. وكمان اللقطات الجميلة اللي كانت طبعا بعد منع كل الجماهير من هي تحمل أعلام فلسطين، ولكن طبعا الجماهير ما سكتتش ورددت اسم فلسطين وبقوة. كانت صارت ربما مشادات بينك وبين رحمة لا ولا شيء. من فضلك ماشي دائما نقولوا صارت مع الاسلام، خلينا في كرة القدم وخلينا في اللعبة. Ça c'est des choses du vestiaire, c'est des choses de trucs, ça arrive, mais ça vous faites des émissions dire-toi مع الاسلام Slimani on s'en sort plus. نزيدوا باغي ديروا encore comme des émissions sur ça. Rien, ça arrive, il خرج, il était pas content, j'étais pas content, هذا مكان. لا ça va finir en émission على بالي. صارت يا 2 jours. Ça fait 2 jours راكم تهضروا على الاسلام بن رحمه بينالتي با بينالتي، صح ولا لا؟ هذه ديبا، هذيك وين وراي الفايده؟ فايده في كره القدم وفي الفريق الوطني سي ان ديبا. لا خلينا ديبا ليكم، فايده ليكم ماشي با بور ليكيب ناسيونال. دونك ديجا خلينا من هذيك لا كيسيون. اي اون فا فوار جو في اتونتيف سي باغي يديروا حصه في هذا الشيء. Je me suis sorti de la chose la plus intéressante سيناها ورحنا في هذا الشيء. Je sais pas ce qu'il a, je me rappelle même plus la question. ما فيهاش تترد ثاني، هذه لقطة. أهل فلسطين يا رب العالمين. وطبعا كانت فرصة جميلة جدا جدا للقاء ما بين المنتخبين القويين، طبعا منتخب مصر ومنتخب الجزائر. شوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.